في الفترة اللي فاتت ولما عملنا سلسلة مين هيكسب البوكر اتسأل سؤال أكتر من مرة وفضل يتكرر كتير وأنا وعدت إن أنا هجاوب عنه. وبالتحديد كان في إحدى الكومنتات من صديقي مصطفى الحديدي وطلب فيها إن إحنا نتكلم أكتر عن جائزة البوكر وإزاي ممكن حد يترشح ليها وإيه شروط الترشيح وأسئلة كتيرة هنجاوب عليها في الفيديو ده النهاردة، فخليكم مركزين متابعين وعارفين طبعا هتعملوا إيه دلوقتي بإن أنتم تجهزوا مشروبكم المفضل ويلا نبدأ. أهلا بيك من تاني في بوك كافيه حيث المتعة والاستفادة معا. النهاردة الحلقة بتاعتنا مش عن الرواية دي تحديدا لكن عن ما يخص الرواية دي أو ما حوالين الرواية دي، وهي إن الرواية دي كانت رواية السنة في جائزة البوكر أو الجائزة العالمية للرواية العربية. تقولي إيه هي الجائزة دي أو يعني إيه البوكر؟ صادفت ناس كتيرة وبالتحديد على التيك توك، لو مش متابعني هناك انزل تحت هتلاقي اللينك تابعني، سألني هو البوكر ده يعني هي لعبة البوكر أو لعبة القمار؟ فعايز أقول لك يا صديقي العزيز لأ، لو أنت بتهزر ماشي خلينا نهزر، بس لو انت مش عندك المعلومه فخليني اشرح لك المعلومه ببساطه. الجائزه دي في بدايتها اصلا ما كانتش موجوده، لكن كان موجود جائزه ما تشابهها وهي جائزه البوكر او افضل روايه عالميا. وعلى غرار القصه دي في الوطن العربي فكروا ان هم يعملوا نفس الجائزه بس للمنطقه العربيه او للروايه العربيه. بدأت فعلا الجائزة دي من سنة 2007 وبدأت المنظومة دي من سنة 2007. الجائزة حاليا بتقام أو المراسم بتاعتها والمكان بتاعها هو في أبو ظبي، وهي مدعومة من مركز أبو ظبي للغة العربية بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة هناك، وكمان هي مدعومة من مؤسسة البوكر العالمية. في بعض الأحيان هتلاقي الناس بتشير للجائزة دي بأن اسمها جائزة البوكر العربية، وده خطأ شائع وده مش مشجع من مؤسسة الجائزة العالمية للرواية العربية، وبيفضلوا دايما الاسم ده ان هي تبقى الجائزة العالمية للرواية العربية او جائزة الرواية العربية، لان فكرة البوكر او جائزة البوكر دي حاجة تانية وليها قصص تانية وليها مواضيع تانية، وبتبقى في رواية عالمية بتاخدها وفي مثلا رواية مترجمة بتاخدها ورواية مترجمة من العربية لغة تانية بتاخدها. فالموضوع فيه قصص، وعلى مثال على ده مثلا من الروايات اللي شفناها آخر كام سنة كانت رواية مثلا سيدات القمر، هي لغة معمولة باللغة العربية واترجمت للغة تانية، فبرضه ليها قصص. وفي كمان جايزة المان بوكر، فالموضوع متشعب، ممكن نتكلم على الجوائز دي واختلافاتها ما بين جايزة الرواية العربية وما بين الجوائز دي. طبعا لو متحمسين لحاجة زي كده قولوا لي في التعليقات ونعملها في حلقات تانية. وتقريبا كنت أنا عامل حلقة مجمعة عن بعض الجوائز واتكلمت عنها، ممكن توضح لكم الفروق أكتر لحد ما نعمل مثلا جزء تاني منها. هسيب لكم اللينك بتاعها وممكن أنزل لكم فوق دلوقتي وانا بتكلم. طيب هتقولي طالما في جوائز كده كتير واصلا في جوائز في الوطن العربي او جوائز جوه كل دوله، عندنا على سبيل المثال في مصر في اكتر من جايزه ومشهوره وليها قيمتها، ليه اتعمل الجائزة دي؟ الجائزة دي اتعملت عشان تهدف أكتر لتشجيع الكتاب العرب المتميزين، كمان بتساعد الكتب سواء اللي بتترشح للقائمة الطويلة أو القائمة القصيرة أو الرواية الفائزة، إنها بتحصل على انتشار أكتر وبتحصل على اهتمام أكتر من القراء ومن النقاد حوالين العالم. كمان الرواية الفايزة بيبقى ليها حقوق أو المؤسسة بتاخد تنشرها بلغة تانية، وكمان برضو بتقدم الخدمة دي للروايات اللي بتوصل للقائمة القصيرة. ده كده بالنسبة للجائزة وهدفها وإيه تفاصيلها. خليني أقول لكم برضو حاجة، إن الرواية الفائزة تقريبا بتكسب حوالي 50,000 دولار، والروايات القائمة القصيرة كل كاتب منهم بياخد حوالي تقريبا 10,000 دولار، ده على حسب المذكور في موقع الجائزة. هسيب لكم اللينك بتاعه لو حابين تقروا اكتر عن التفاصيل اللي انا بقولها لكم. تاني نقطه بقى هنتكلم عنها، واتكلمنا على الجائزه واتكلمنا انها كانت من 2007 لحد وقتنا هذا. طيب نخش بقى للمرحله المهمه واللي كتير كان عايز يعرف عنها اكتر، هو ايه شروط المشاركه في الجائزه دي او ايه شروط الترشح للجائزه دي. شروط الترشح للجائزه دي بتبدا كالاتي: اول حاجه باب الترشح بيبدا كل سنه من يوم 1 ابريل في السنه، وبينتهي استقبال الأعمال المرشحة يوم 30 يونيو. الجائزة دي بتقول إنها مخصصة بس لنوع الروايات، يعني لا مجموعات قصصية تتقدم لها، لا شعر، لا كتب علمية. ده واحد بداية كده من الشروط، وبداية كده بسم الله الرحمن الرحيم. تاني حاجة بقى، ودي حاجة مهمة جدا 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 خلي بالكم منها، هي إن الكاتب نفسه ما ينفعش يرشح العمل بتاعه للجائزة دي، الدار هي اللي بترشح العمل. طيب هتقول لي بقى السؤال التاني المهم اللي هيجي، هو على اي اساس ان الدار هترشح اعمال؟ اقول لك اول حاجه، الدار دي لازم تكون موجوده في سوق النشر بقالها حوالي سنتين، تقدم سابقه اعمال ليها، يعني تقدم انها بتنشر اعمال وتبين الاعمال اللي هي بتنشرها والمتواجده في السوق. تاني حاجه، في بقى هنا شروط مهمه جدا،
لو الدار دي ما كانش سبق ليها الروايات اللي رشحتها قبل كده، يعني اول مره هترشح، يبقى ملهاش غير مكان واحد ترشح فيه، يعني روايه واحده بس هي اللي تدخل بيها. اللي جاي بقى ركزوا معايا فيه شويه، وهو بقى من اخر 5 سنين بيتم حساب حصه كل دار نشر. زي ما قلت، اول حاجه لو الدار دي ما كانش سبق لها الترشح فليها مكان واحد. طيب لو الدار دي كانت رشحت قبل كده وروايه او روايتين وصلوا للقائمه الطويله، فليها حق في مكان او مكانين. طيب الدار دي وصل لها حوالي 3 أو 4 أعمال، بيبقى ليها 3 أماكن إنها ترشحهم. طيب وصل لها للقائمة القصيرة، يبقى ليها أماكن أكتر من كده، 4 أو 5 أماكن، وهكذا. كل ما الدار دي الأعمال اللي رشحتها بتوصل مثلا للقائمة القصيرة أو القائمة الطويلة، بيبقى ليها فرصة أكبر أو ليها إنها ترشح أكتر من عمل من الدار بتاعتها. طيب في برضو شرط من الشروط المهمة جدا، وهو بيقول لك إن الجايزة ما بتقبلش أي رواية الكاتب فيها دفع لدار النشر فلوس عشان تنشرها، او ان الكاتب ليه جزء من حقوق او ليه اسهم في فكره الروايه بتاعته او في العقد اللي مكتوب. لا، لازم تكون هي دار النشر هي اللي واخده، او هي اتفاق العقد ان هي خدت تنشر الحاجه دي من غير اي مقابل مادي. طبعا شرط ده مفروغ منه، وهو ان مفيش اي روايه هتوصل للجائزه غير اللي مكتوبه باللغه العربيه، ان صاحب الرواية لازم يكون عايش، ان الرواية طبعا لازم يكون ليها رقم ايداع. دي كلها بقى حاجات يعني ادارية كده، بس يعني برضو بقولها لكم بما ان احنا بنتكلم على الشروط. وبقى في شرط مهم جدا، والشرط ده ان انت مثلا لو هتتقدم لجائزة السنة الجاية او جائزة اللي هي 2024، فانت بتقدم في 2023. تمام؟ طيب الرواية بتاعتك اللي هتقدمها ما تكونش منشورة قبل يوليو 2022، يعني ما بعد كده، يعني بنتكلم من بعد يوليو معاك لحد اول ابريل، او بنتكلم يعني الحاجات اللي هتبقى صدرت مثلا في اخر سنه 2022 مع بدايه 2023، بنتكلم مثلا في معرض الكتاب او ايا كان او نزلت مثلا في صيف 22 او في اواخر 22. دي دايما مهمه، ودايما تبقى خلي بالك من حساباتها او من الشرط بتاعها. بنتكلم مثلا الدوره اللي بعدها، فانت يبقى 2023 وهكذا، لان ده برضو من الحاجات المهمه، ودايما بيبقى الوادي تكون الطبعه الاولى منها في الوقت ده. بعد كده بقى في شويه تفاصيل بقى اداريه بقى ليها علاقه بدور النشر وعدد النسخ اللي تتباعت، وان بيقولك برضو ان لو كان في اي دار نشر كانت ليها روايه فايزه قبل كده، فان هو آليا الروايات اللي جايه هتوصل القائمه الطويله القائمه القصيره. ده حاجه مش هتحصل، هو كل حاجه هنشوفها ونقراها ونشوف اذا كانت هتوصل للقائمه القصيره او الطويله على حسب طبعا القراءات. طيب هتقولي على اي اساس بقى بيتم تحديد الروايه دي كسبانه ولا لا؟ هقول لك ان كل سنه بيتم اختيار 5 اشخاص ما بين روائيين ونقاد واكاديميين، بياخدوا الاعمال بيبتدوا يقروها، بيقروا كمان اعمال من السنين السابقه عشان يبتدوا يشوفوا مدى المعيار او مدى الروايات المقدمه، وبيتم جمعهم على 3 مرات. اول مره بيتجمعوا في تقريبا اوائل السنه، بيبتدوا يختاروا من الاعمال كلها المرشحه 16 عمل بما يسمى القائمه الطويله، ودول اللي وصلوا للقائمة الطويلة. بعد كده بيتجمعوا تاني بعديها في شهر ابريل تقريبا، وبيبتدوا يختاروا من بعد ال 16 رواية اللي بيطلعوا في القائمة الطويلة، بيختاروا 6 روايات يوصلوا للقائمة القصيرة. بيتم بقى التركيز على ال6 روايات دي وقراءتها وإعادة قراءتها أكتر من مرة، وفي النهاية بنوصل لتقريبا يوم 21 مايو في السنة أو كل سنة، وبيتم ساعتها اختيار الرواية الفائزة. وبيتم طبعا ده من خلال مؤتمر كبير بيقام في أبو ظبي، وبنشوف ده بيتم فعاليات في شكل لايف، بنشوف الكتاب، بنشوف الامور الكتيره، وبيتم الاعلان عن الروايه الفائزه، وده اللي بيتم فيها كل سنه. هتقولي طب انا ما اتكلمتش عن المعايير او الاختيار، لان دي حاجه هم مش كاتبينها او ملهاش شروط معينه، لكن هي المعايير متوقفه على قراءه الشخصيات دي ومدى خبراتهم في القراءه والنقد وامور كتيره جدا. ممكن انت تستشف القصه بتاعت المعايير او الاختيارات من خلال السنين اللي فاتت، ممكن الامور تتغير على حسب لجنه التحكيم، بس ده هيرجع ليك انت برضو. ممكن تقرا الروايات وتشوفها، وده اللي احنا ممكن نحاول نعمله الحقيقه الفتره اللي جايه. احنا عملنا ده السنه دي في روايات القائمه القصيره، قريناها واتكلمنا عنها واحده واحده، وانا توقعت الحقيقه فوز روايه تجربه القفر، رغم انها كانت اخر روايه قريتها. كنت متوقع معاها روايه الافق الاعلى، وكنت اتمناها لانها برضو حبيتها من الروايات الحلوه، لكن الحقيقه روايه تجربه القفر لما قراتها حسيت انها تستاهل وتستحق في وسط القائمه القصيره اللي انا قراتها. ممكن نعمل نفس الفكره، كاننا بنعيد تاني الموضوع وكاننا بنجرب تاني، وناخد الموضوع بالترتيب من اول سنه 2007 لحد سنه
2022 نقرا مثلا القائمه القصيره او القائمه الطويله لو الوقت اسعفنا، ونقول من خلالنا الروايه اللي كسبت وباقي الروايات، وهل فعلا الروايه اللي كسبت هي اللي كانت تستحق ولا كان في اعمال تانية افضل. ده طبعا هيكون من وجهه نظري انا، وطبعا بالنقاش معاكم في التعليقات وفي المشاركات سواء هنا او على باقي البلاتفورم بتاعت السوشيال ميديا. نقطه اخيره نسيت اقولها لكم طول الحلقه وهسيبها لكم هنا تظهر جنبي، دي الاعمال اللي فازت من سنه 2007 لحد سنه 2023، كلها اعمال تستحق. قول لي بقى من الاعمال اللي هتظهر لك دلوقتي في الصوره ايه منهم قريتهم وايه منهم انت كنت عارف ان دي روايات اصلا كسبت الجائزه دي، ولا ما كنتش تعرف ان الروايات دي كسبت الجائزه دي. هستنى منك تقول لي كل ده في التعليقات، وهستنى منك تشاركني بكل الافكار اللي انا قلتها. هل تحب نعملها؟ ايه اللي انت متحمس ليه؟ ايه اللي انت بتفكر فيه؟ اقترح عليا حاجات، لان ده طبعا بيساعدني جدا، وده انتم سبب في ان القناه تفضل مستمره. وطبعا لو وصلت لحد هذه اللحظه فانا عايز اشكرك من كل قلبي، واتمنى دايما ان انت تكون بتقضي وقت ممتع في بوك كافيه. واقول لك ان انت تقدر تساعد القناه بان انت تعمل لايك، تشارك الحلقه على السوشيال ميديا وتشاركها مع اصدقائك، وكمان تتاكد ان انت مشترك عشان ده شيء مهم جدا وبيساعد القناه، ومشغل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات الجديده وتقدر تشوفها وتتابعها اول باول وتكون ابديتد بكل حاجه. ولو عايز دايما اخبار حصريه وكواليس من اللي احنا بنعمله في تجهيز الحلقات، في امور تانية، في فن، في ترشيحات سريعه، كل ده بعمله على الانستجرام وعلى تيك توك، فتاكد ان انت متابعني هناك. اشوفك دايما على خير. سلام.